طبعا بس أحب أقول كلمة واحدة، إنه قبل فترة نزلت أغنية محسابة، قامت العالم تستهزئ وتحكي حكي أبد مو حلو. بعدها قمت أتلقى رسائل على الفيسبوك تهديد وغلط. سكتت، عديت الموضوع وما همني بيه واشتغلت الحمد لله والشكر. وراها نزلت آخر فيديو إلي إنه سبيت الدواعش واحتفلت على اليوم، ونزلت مقطوعة شعرية أنا وولد. بهذا الفيديو شتمت وسبيت الدواعش. أنا عراقية شريفة وكل عراقي شريف، أكيد ما يقبل واحد نقص يدخل بلده زين ويدنس عرضه ويفجر ويقتل ويسوي. أنا كفنانة سويت اللي علي. أنا عبرت لي بداخلي إنه أنا أكره فشي اسمه داعش وأكره أي تنظيم اسمه داعش. زين، من يوم من نزلت الفيديو لحد الآن رسائل ما تهديد أو غلط ومسبة. آخر شي قامت توصل لي صور راس مقطوم عن الجسم مفصول، أو قاموا يدخلون على أصدقائي بالفيسبوك يسوون منشور هاي مهزومة وإحنا ندور عليها، أو إلى مكافأة مادية ليقبض عليها. بالمناسبة بس أحب أوجه رسالة اللي جمهوري والناس اللي تحبني وأصدقائي كلهم، أقولهم وأني بالأصل إنسانة يتيمة وعايشة وحدي، وصار لي تقريبا 10 سنوات عايشة وحدي، وكنت أعاني من مرض براسي وعندي تقارير طبية. ياما بتت وحدي ما شفت لا خال ولا هم ولا أم ولا أب سأل علي ولا أخ. زين، وهسه من يصير اشتهرت وصارت الناس تعرفها وصارت نجمة، لا هاي فنانة لازم يقتلوها. أحب أوجه رسالة للقوات الأمنية ودولتنا المصونة. أحب أقول لها إنه إذا ماكو حماية للفنان وإذا الفنان حياته بخطر فإحنا ما نبقى بعد بهذا البلد. زين، يعني إذا كل فنان يدافع على بلده، شنو ذنبي أنا؟ الذنب شنو؟ الجريمة اللي سويتها؟ الجريمة شنو اللي سويتها أنا؟ زين، أتهدد بالقتل ويجون مجمعات إرهابية بسيارات مونيكات يوصلون يم البيت مالتي، يريدون يكسرون الباب علي وأنا وحدي. أقرب الناس تخلت عني، أقرب الناس اللي هي مني وبيا والعاقل يفتهم. طفروا الحياة تجارب الله كريم. زين، بس أحب أقول إنه هل الفنان ما عنده زين؟ إحنا فوق ما عندنا رواتب وما عندنا حقوق، ما عندنا حماية بهذا البلد. زين، يدزولي صور راس مقطوم، يهددوني بمكان شغلي، يهددوني بمكان سكني. طبعا أحب أوجه كلمة إلى أقربائي الشرفاء اللي من ضمنهم عمتي المصون. أحب أقول لها إنه إحنا من كنا صغار، كنت صغيرة كان ما عندي أكل آكل، فجيت أقول لك عمّا أنا جوعانة، طرديني من الباب. أقول لك أنا ما عندي بطانية أتغطى بيها من البرد. زين، أتغطى بكاربت مليان تراب وأنا طفلة صغيرة وصار بيا ربو، طرديني من الباب وجدتوا فيلتكم وقصركم واحنا قاعدين بكوخ مال خشب والناس تعطف علينا. زين، وين صار لكم 10 سنوات؟ هسه متى يصير صار عندها جمهور، صارت نجمة وصارت الناس تعرفها وقامت تنزل أغاني ودافع على الفقراء ودافع على بلدها؟ لا، هسه أنتم صرتوا تابعين لها مو؟ فإذا الدولة ما تحمينا وما طلع لنا حقنا خلي تجاوب علينا الدولة. زين، أناشد الحكومة وأناشد المسؤولين وأناشد كل واحد شريف. زين، فنان متهدد بالقتل وين يروح؟ وشنو الذنب اللي سواه؟ وشنو الفنان مجرم؟ غصبا عليه واجهة بلد يدافع عن الفقراء ويدافع عن المظلومين. زين، بلد مبيوع كلها انفجارات. طبعا المناطق الشعبية شوفوها، طبعا المناطق الجوة شوفوا الناس شلون عايشة. يعني إذا أنا ما أحكي وأنت ما تحكي منو يحكي؟ فوق ما نحكي ونطلع حق المظلوم نتهدد بالقتل مو؟ ما أعرف بعد شو أقول أنا، ما أعرف. حسبي الله ونعم الوكيل.